السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. قبل ما اخش في الفيديو بتاع النهاردة أو الحلقة بتاعت النهاردة، ما تنسوش يا أحلى أصحاب في الدنيا نعمل لايك للفيديو. الكومنتات الفيديو اللي فاتت كانت كتيرة جدا يا جماعة، وأنا الحمد لله رديت على كل الكومنتات، فما تستخسرش في أخوك إن أنت تعمل لايك. اللايك بيفرق معايا جدا، إن هو بيوصل لأكبر عدد من المشاهدين، فكل الناس بتستفاد بالمشاهدات والمعلومات بتوصل لأكبر عدد، وأكبر عدد كافي من الناس اللي مهتمة بأمور السفر والهجرة وكيفية استخراج الفيز. فاللايك فضلا وليس امرا، ويلا بينا نخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده انا هتكلم معاك في اسرار انت لو اتبعتها ايا كان السفاره اللي انت ناوي تقدم فيها، فان شاء الله بعد طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هنقول لك مبروك ان انت خدت الفيزا. بس هقسم الدول او الفيز الى اقسام والى دول. خليني هتكلم في المقام الاول وهي الاكبر واللي اكتر الناس بتيجي تسألني عنها، وهي دول الاتحاد الاوروبي. هتكلم باستفاضة، ركز في اللي انا بقولك عليه ده، اتبعته بعد طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. للمرة التانية بقولها ان شاء الله انت اخد الفيزا اخد الفيزا. رقم واحد، ابعد تماما 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 عن تزوير اي اوراق. ما تزورش اتش ار ليتر، ما تزورش كشف حساب بنكي، ما تزورش الكلام ده كله. ابعد عن الحاجات دي خالص. رقم اتنين، ابعد عن المكاتب اللي مش موثوقة، واللي هي بتبقى اغلبيتها اونلاين، واحجز لك كذا، مش بتتعامل مع مكان ليه سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، وبتتعامل مع ناس اونلاين وخلاص. فتجنب الناس الاونلاين دي الا لو انت تعرف حد ذو ثقه، فخلاص توكل على الله. رقم ثلاثة، كشف الحساب البنكي مش مهم يكون الرقم فيه كام، المهم ان هو يكون فيه رقم متوسط ومعقول، تمام، ويبقى عليه عمليات سحب وايداع كتير قوي، وتبين ان انت فعلا ده كشف حسابك البنكي وان انت بتتعامل بيه. دي الكبسولات كده زي ما بيقولوا الاهم في فيز السياحة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. والاتش ار ليتر بتاعك يكون مكتوب بصيغة صح، ويكون مكتوب فيه تاريخ الرحلة بتاعتك، وإن الشركة موافقة إن أنت هتسافر من تاريخ كذا لتاريخ كذا. ويفضل إن أنت تكون موجود في الشغل ده بقالك أكتر من سنتين فيما فوق. ده بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. وإلى حد ما يفضل إن أنت يكون باسبورك متزفر. تعال بقى نتكلم عن أمريكا. أمريكا يا جماعة بالنسبة لي من وجهة نظري المتواضعة جدا، شرط أساسي إن أنت تكون مزفر باسبورك بدول قوية يفضل، وهي دول الاتحاد الأوروبي. رقم اتنين، ركز جدا 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 وانت بتملى الاستمارة بتاعت الدي اس، اللي هي من غيرها مش هتخش اصلا المقابله، وهي دي اللي بتتفتح والقنصل بيعمل معاك المقابله. فركز كويس جدا 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 وانت بتملى استماره الدي اس. وزي ما قلت لكم يا جماعه، اي حد محتاج مني مساعده في استماره ازاي يملى الدي اس بشكل احترافي، انا تحت امره، مفيش اي مشاكل. رقم ثلاثة، الثقة بالنفس وانت قدام القنصل مش معاه مفتاح الجنة والنار. امريكا مش هي الجنة والنار. الشخص الناجح ناجح في اي حتة، صدقني يا صاحبي. فانت بتعمل مقابلة شيء انت دافع ثمنه، اتكلم بكل ثقة، ما تخافش من حد. زي ما قلت لك، لو ليك نصيب هتاخدها، مالكش نصيب مش هتاخدها، لو ايه بالذي حصل. فخليك واثق من نفسك، خلي عندك يقين بالله. ما بتعرفش تتكلم انجليزي، اعمل المقابله باللغه العربيه. انا شخصيا قدامك عملت المقابله بالكامل باللغه العربيه والحمد لله اخدت الفيزا. دي اهم الحاجات او النقط العريضه اللي تخص فيزا امريكا. بالنسبه لفيزا كندا، هي المفتاح الرئيسي بتاعها ان انت يكون معاك فيزا امريكا. معاك فيزا امريكا 100، بص مش 90 ولا 95 ولا 99، 100% انت معاك فيزا كندا. معاك فيزا امريكا، هتخش تاخد فيزا كندا من غير كمان ما تقدم كشف حساب بنكي. انا خدتها والله العظيم ثلاثة، ما قدمت كشف حساب البنكي وخدتها 5 سنين او 6 سنين لغايه مده انتهاء الباسبور كمان، مع ان كندا الايام دي بدات تقلل المدد، بقت سنه وسنتين وست شهور. انا الحمد لله اخدتها لحين انتهاء الباسبور بتاعي.
دي بالنسبه لفيزا كندا. ما معكش فيزا امريكا، تمام، يبقى لازم يكون معاك املاك، لازم يكون كشف حساب في البنك تقيل، ونفس الكلام برضو يكون سحب وايداع كتير. بس هنا بقى انا بقول لك لازم كشف الحساب البنكي بتاعك يكون تقيل، ويكون عندك اتش ار ليتر، تكون صاحب شركه، لان الدول زي كندا واستراليا يا جماعه وسويسرلندا ونيوزيلندا زي ما قلت في كذا فيديو قبل كده، دي مش دول سياحيه، دي دول مهجر، مش دول ان انت تروح تتفسح فيها. فلو عايز تروح تتفسح فيها، دي الشروط رقم واحد، يبقى معاك فيزا امريكا. مش معاك فيزا امريكا، يبقى لازم يكون ورقك قوي، الملف بتاعك قوي جدا جدا جدا. والكشف الحساب البنكي هنا بقى لا، يفضل ان هو يكون قوي جدا، تمام. عندك بقى مثلا دول زي المكسيك، البرازيل، الدول دي يا جماعه الفيزا بتاعتها الى حد ما بتكون استخراجها سهل نسبيا، بس هي المشاكل كلها بتكون فيها عند المطار وجوه المطار. بلد زي المكسيك هي على حدود امريكا، فكل الموجود جوه اف بي اي، فانت بتتعامل مع ضابط الجوازات بتاع المكسيك ان انت هو بيبقى شايفك ان انت شخص. الدول العربيه بالذات عندك مثلا مصر، الاردن، سوريا، فلسطين، العراق، اليمن، الدول دي كلها هو بيبقى شايف ان انت شخص هتخش عشان تهرب من على الحدود الى ان يثبت ذلك. فالفيز بتاعتهم الى حد ما بتكون سهله، بس دخولك الدوله بيكون صعبه. واللي عايز ان انا اعمل فيديو يا جماعه عن دول امريكا اللاتينيه بقى، زي مثلا المكسيك، البرازيل، الارجنتين، الدول دي، سيبولي في الكومنتات وهعمل فيديو كامل ومتخصص عنها هي بس الدول دي، وازاي تعرف تاخد الفيزا بتاعتها، وازاي تعدل كمان وضعك جوه، وازاي تقدر تعدي من ضابط الجوازات والحاجات دي كلها. المكسيك، البرازيل، الحاجات دي يا جماعه الفيزا بتاعتها الى حد ما، انا مش بقول سهله عشان الناس ما تفهمش غلط، الى حد ما بتبقى اسهل نسبيا من دول الاتحاد الاوروبي طبعا، وامريكا وكندا واستراليا وانجلترا، هي بتبقى اسهل. بس هنا بتكون المشكله كلها داخل المطار مع ضابط الهجره او ضابط الاميجريشن اللي حضرتك بتقابله هناك في البلد دي، بيبقى ليه شروط وليه حاجات مشدده جدا علشان يقدر يسمح لك ان انت تخش البلد دي، تمام. دي الى حد ما الدول اللي الناس بتبقى وجهتها ليها. عندك مثلا دولة زي جورجيا، هي للمصريين من غير فيزا، بس المطار بتاعها شرس جدا جدا جدا، بسبب برضه للاسف الناس اللي بتخش جورجيا وبعد كده بتدور على هجرة غير شرعية وتروح اوروبا. فبرضه جورجيا للمصريين سهلة جدا، مش محتاجة فيزا اصلا. انت حضرتك بتروح هناك بتاخد تقريبا 90 يوم، بس ضابط الجوازات هناك شرس جدا 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 جدا. وبرضه لو عايزين فيديو يا جماعة، انا في الفيديو ده بقول يعني الخطوط العريضة. اللي عايز اي حاجه يسيبها لي في الكومنتات، ولو في انا لقيت فيه موضوع مهم في اللي انا اتكلمت فيه النهارده الناس عايزه تعرفه باستفاضه، سيبهولي في الكومنتات وانا تحت امركم كلكم. ده الاسرار اللي لو حضرتك اتبعتها في ايا كان الدوله او ايا كان نظام الفيزا اللي حضرتك هتقدم عليه بعد توفيق وبعد مشيئه ربنا سبحانه وتعالى، وانه يكون كاتب لك فيها الخير، ان شاء الله كلنا هنقول لك مبروك. النصيحه اللي بقولها كل فيديو، ما تسلمش نفسك لمكتب هو اللي يعمل لك كل حاجة. شغل عقلك، انت دافع فلوس، استغل فلوسك دي يا صاحبي علشان توصل لأحسن نتائج. ما تنسوش يا جماعة نعمل اللايك للفيديو. اللايك يا جماعة بيساعد ان اكبر عدد من الناس يشوف الفيديوهات بتاعتي. وسيب لي كومنت لو عندك اي سؤال وانا تحت امرك. وزي ما قلت لكم اللي عايز فيديو مخصص عن حاجة معينة انا تحت امركم. ونعمل سبسكرايب للقناة عشان القناة تكبر بيكم. اشوفكم في الفيديو بتاع بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.